ايام ما ظهرت ما كانش فيه تلفزيون، دلوقتي فيه تلفزيون. كان فيه محط البرنامج الاذاعه فيها البرنامج العام بس والبرنامج الاوروبي، دلوقتي بقى فيه صوت العرب، في الشعب، في الشرق الاوسط، وطبعا البرنامج العام موجود في اذاعه الشباب. يعني اذا في فرص كتيره موجوده، التلفزيون موجود بقنواته الاثنين. طبعا انا لا امتلك هذه الاجهزه علشان امنع منافسه، دي حاجه. صوتي لا يسمح بالمنافسه، بالعكس. انا استاذ طارق لما فكرت اغني، انا اولا قسم موسيقى آلات مش قسم اصوات. لما فكرت اغني كان كل هدفي ان انا ابسط الاداء، وتبسيط الاداء ده مش سهل، لانه زمان كان يقول لك القفله ويا سلام الفنان ده بيعصر القفله وحاجات كده، وصوته قوي وحاجات، يعني انا خرجت عنها خالص، خرجت عنها وبسطت الاداء. نقول مثلا اول الالحان اللي انا اشتهرت بيها كان ممكن تصفيني مرة مثلا، كان ممكن تبقى لحن تاني خالص، تبقى لحن على فيه القفلات وفيه العصر وفيه مش عارف ايه الحاجات اللي بيقولوا عليها دي، لكن احنا قلنا صفيني مرة وجفيني مرة، قد كده بسيطة وقد كده ممكن اي حد يقولها. فبالعكس ده انا فتحت مجال للاصوات الهادية، الاصوات الحساسة اللي لازم تاخد فرصتها، وخدت فرصتها. انا كهدف من اهداف عملي كمطرب ان انا كنت ابسط الاداء ما عقدوش، واعتقد ان انا الى حد ما نجحت في هذا. كعبد الحليم زي ما قلت لك، لا انا بملك كل شركات السينما ولا كل شركات الاسطوانات، ولا بملك طبعا لا الاذاعه ولا التلفزيون، دول مرفقين عامين تملكهم الدوله. شركات الاسطوانات كتير ومنافسه كتير، وجميع من غنى خد فرصته وعمل اسطوانات، وخد فرصته وعمل افلام، وخد فرصته في التلفزيون. ده انا بفتح التلفزيون نادر لما الاقي عبد الحليم حافظ والاقي الناس التانية. مثلما عرفنا عبد الحليم حافظ في كثير من الأغنيات العاطفية والوطنية الجميلة، ابتداء من صفيني مرة وظلموه وفوق الشوق إلى حبك نار وأنت حبيبي، وانتهاء بقارئة الفنجان، فهو قد قدم أيضا الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة. ما تعيطش، أنا بكلمك دلوقتي لأنك راجل. أنا بخبي على نينا وأنت كمان لازم تخبي عليها. سمير، أنت هتكون بدالي، خد بالك من نينا قوي، وما تنساش تأكلها بإيديك زي ما كنت أنا بأكلها. ولو مت اوعى تسيبها لحظة واحدة، اوعى. ويوم ما تتجوز نادية ابقى ابعت لها ورد، وحاول تقابلها وتفهمها انا ليه ما اتجوزتهاش. وفي حاجة تانية، ما تنساش تبقى تزورني، وافتكر ان كنت بعمل لك رز مفلفل خلطبيطة. ما تنساش يا سمير. مات عبد الحليم حافظ، مات هذا العندليب الذي تقترب منه بقلبك قبل عينيك. حلاوته في وداعته ودفء صوته، صراعه مع المرض كان عنيفا. اليوم تلقينا نكبة فنية وفجيعة أليمة بفقدنا المطرب العاطفي الكبير المرحوم عبد الحليم حافظ. وطلب مني التلفزيون الكويتي اني اسجل مشاعري
لكن ما افتكرش ان في كلمات هقدر اعبر بيها عن فجيعتي وفجيعة الفن بفقدان عبد الحليم حافظ. قبل كده فقدنا سيدة الغناء، ثم فريد الأطرش، 3 كواكب نجوم أعتقد إن الزمن مش ممكن هيجود علينا بأمثالهم. مش هقدر أقول ولا أعبر عن إحساسي ومشاعري، لأن الفجيعة كانت أليمة جدا بالنسبة لي وبالنسبة لكل فنان وبالنسبة للشعب العربي المحب لعبد الحليم حافظ. ألف رحمة تنزل على الجميع، وعوضنا الله في فقدنا العزيز. الإنسان اللي فقدناه النهاردة إنسان كبير وفنان كبير، أسعد الملايين. الفنان عبد الحليم حافظ كان فنان كبير، وأنا مريت معاه بتجربة عمل، وكان صديق. شفته في العمل ازاي بيحترم نفسه، ازاي بيحترم عمله، ازاي بيتفانى علشان يعتصر كل احاسيسه ومشاعره في سبيل اسعادنا. الفنان عبد الحليم حافظ خسارة كبيرة لملايين العرب. كل اللي نرجوه ان كل واحد فينا يفتكر قد ايه الفنان الفقيد عبد الحليم حافظ اداله لحظات سعادة، ازاي جمل الدنيا في نظره. اذا افتكر دوت نرجو انه يقرأ على روح الفتح. حقيقة بكرر انه موقف مؤلم وصعب اني ارسي الصديق والزميل والفنان الكبير عبد الحليم حافظ، مش لاقي كلام اقدر اقوله في موقف مؤلم بالصورة دي، غير ان اقول عزائنا ان الفنان كإنسان بيموت، انما بيفضل فنه عايش في قلوبنا، في مشاعرنا، في ذكرياتنا. الفنان ما بيموتش، الانسان بيموت. باقي في حياته. والأدمع